سلام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا اللي كنسردو فيها قضايا بوليسية حقيقية وواقعية. قبل ما ندوزو لتفاصيل حلقة اليوم نبغي نطلب منكم ديروا اشتراك للقناة، لايك وتخليو لي شي تعليق. بسم الله، نبداو على بركة الله. قضية اليوم خدات صدى كبير والكثير من الناس سبق ليهم سمعوا بها، واللي وقعت في مدينة مكناس بتاريخ فبراير 2016. في واحد من احياء هذه المدينه كان واحد السيد عنده واحد المحل اللي كيجمع بين جزار ومشوات، وكانوا كيشتغلوا معاه الابناء ديالو في هذا المحل. هذا المحل كان في السفلي او في الريد شوسي كما كنقولوا، والفوق كانوا جوج ديور. البروميير ايطاج كان كيسكن فيه واحد المحامي والزوجه ديالو، والدوزيام كان فيه العائله ديال هذاك الجزار. من بعد وفاة الأب، هاد الأبناء قرروا يزيدوا يكبروا المشروع ديالهم ويدخلوا عليه بعض التحسينات، وفعلا المشوات لقات إقبال كبير والتعرفات كتر، وبالتالي غادي يتضاعف عدد الزبناء. لكن المشكل هنا أن المحل ما بقاش كافي لعدد الوافدين اللي ولاو كيجيو، مما غيدفع هاد الإخوة يوليو يفكروا يستغلوا الشقة اللي في الطابق الأول اللي ساكن فيها المحامي بطبيعة الحال، يعني يولي لتحت محل ديال تكزارت والشوايه، والفوق بحال شي قهيوه صغيره كيجلسوا فيها الناس ويكومونديو داكشي اللي بغاو. من يطلبوا من المحامي يخوي رفض وقال انه كيخلص الواجبات الكرائيه ديالو ومن حقه يبقى ساكن. لذا القضيه تحولت للنزاع في المحكمه، وحنا هنا كندويو على محامي يعني خدمته هي القضايا والمحاكم، وعنده درايه بالقانون وبالمحكمه، كما كنقولوا هي التيران ديالو. ولاد الجزار ما خلاو ما داروا باش يخرجوه، حاولوا معاه، عرضوه المضايقات استفزازات، ولكن ما صوروا والو. كاع المحاولات ديالهم باءت بالفشل. هنا قرروا يوصلوا الهدف ديالهم باخبث طريقه، واللي هي يقتلوا المحامي والزوجه ديالو. باش يتنفذ هذا المخطط كانوا 4 ديال الناس، الاخوه بجوج، واحد السيد كان مقيم بالديار الاسبانيه وهو كان صديق ولاد الجزار، وشخص اخر رابع كان كيشتغل في صفوف الوقايه المدنيه. وهنا غنبغي نشير لواحد النقطه، السيد الثالث اللي كان في اسبانيا الزوجه ديالو كانت على علاقه بواحد من ابناء الجزار، اي كانت الخليله ديالو. من بعد ما اتفقوا هاد الربعة على الخطة اللي غادي ينفذوا بها الفعلة ديالهم وعلى المبلغ اللي غادي يكون في المقابل اللي هو 20 مليون بالنسبة للسيد، أي 20 مليون بالنسبة للسيد اللي كان في إسبانيا، و10 المليون لهذاك اللي كان خدام في الوقاية المدنية. هذا الأخير تكلف بمهمة واحدة، وهي بعد ما يساليو يقوم بالتخلص من الدلائل. المهم غبرهم. وفي النهار اللي اختاروه باش يطبقوا الخطة ديالهم، المحامي والزوجة ديالو كانوا معروضين، وهما راجعين بالليل من العراضة غيطلعوا مع الدروج، وما كانوش عارفين باللي شياطين الانس متربصين ليهم. المحامي والزوجة ديالو مع وصلوا لباب الشقة ديالهم باغتوهم الجنات، ضربوهم وقاموا بالقتل ديالهم بثلاثة، بثلاثة، لأن زوجة المحامي كانت حاملة، وبالتالي الروح الثالثة هي الجنين اللي كان في كرشها. كما سبق لي وقلت باللي المحكمة هي التيران ديال الضحية، وتكزارت هي الحرفة ديال جوج من هاد المجرمين، وهما قرروا يستخدموها هنا باش يتخلصوا من الجثث. وبالفعل قطعوهم وطحنوا اللحم ديالهم ورماوه في قنوات الصرف الصحي، يعني الواد الحار أعزكم الله مستمعينا. وهنا جات مهمة هذاك اللي كان خدام في الوقاية المدنية، وهي يتخلص من العظام اللي ما قدراتش الماكينة تطحنهم ويرميهم في واد الشراط. وباش نشير لواحد القضية، السيد اللي كان خدام في إسبانيا النهار اللي وقعت الجريمة ومن بعد ما قام بالفعل ديالو جرد الضحيتين من الهواتف ديالهم وخلاهم عنده. من بعد واحد المدة الناس غادي يلاحظوا الغياب ديال هاد الزوجين، أي العائلة ديالهم، الأصدقاء ديال المحامي والموكلين ديالو.
وبالتالي غادي تطرح واحد علامة استفهام حول هذا الغياب. داكشي علاش دخلوا البوليس على الخط، ولكن بعد التحريات الاوليه للاسف ما كان حتى شي بيست اللي يقدروا يتبعوها باش يوصلوا للمحامي ولا الزوجه ديالو. فبقات القضيه على حالها حتى لواحد النهار عائله الزوجه كانوا كيجربوا يتصلوا ببنتهم، وهنا غتكون المفاجاه. التليفون كان كيصوني، ولكن كتجاوب فيه واحد المراه قالت بلي النمره غلط وبلي هي ماشي السيده اللي كيقلبوا عليها. هاد المستجد بلغوا به عائلة الزوجة البوليس اللي حاولوا يتبعوا هاد الخيط، ربما يقدروا يوصلهم لشي حاجة. وباش نوضح لكم، المرة اللي جاوبات في التليفون هي زوجة السيد اللي كان عايش في إسبانيا، واللي هو اللي خدا الهواتف ديال الضحيتين نهار الجريمة. من بعد ما توصلوا البوليس بهاد المعلومة، خداو رقم الهاتف اللي غادي يتراقب بواسطة مهندسي البريد، يعني البوسطة أو لابوست، ولكن في المدة ديال شهرين كان هاد الهاتف طافي وما استقبل حتى شي إشارة، حتى النهار اللي زوجة الرجل المقيم في إسبانيا بغات تتصل بالأخت ديالها واستخدمات هاتف الضحية. هنا مهندسي البريد غادي يحددوا مكان الاتصال. من بعدها البوليس غادي يتوجهوا لهذيك اللوكاليزاسيون وغادي يلقاو السيدة اللي الزوج ديالها كان عايش في إسبانيا وغادي يستجوبوها. في البحث قالت بلي هي ما عندهاش علاقة بهاد الهواتف وبلي راجلها اللي جابهم. ومن بعد غادي يشدوا الزوج ديالها اللي اعترف بمصدر الهواتف وحتى بالجريمة اللي اقترفها، رفقة ولاد الجزار اللي طلق عليهم القبض حتى هما من بعد واعترفوا بجرائمهم ديالهم. من بعد المحكمة غادي تحكم على هاد الثلاثة بالإعدام، عقوبة موقوفة التنفيذ. كما كنعرفوا كاملين عقوبة الإعدام ما كتنفذش عندنا هنا في المغرب. أما فيما يخص الشخص الرابع اللي كان مسؤول على التخلص من بقايا الجثث فتحكم عليه ب25 سنة سجن نافذة. إلا تبعتوا معايا القصة حتى لهنا، خليوا لي رأيكم في التعليق، ديروا لايك واشتراك للقناة، وما تنساوش نشوفكم في الفيديو الجاي.